السلام عليكم شباب. اليوم كان عندنا فيديو تشكيله للمنتخب الجزائري، معناها تشكيله القائمه للمنتخب الجزائري. شباب طلبت من احد احنا المتابعين انه قلنا باش يعطيني افضل قائمه للمنتخب الجزائري في حد الان الى مباراه احنا تصفيه كاس العالم باش ينجم الجزائر معناها تترشح الى كاس العالم. شباب دونك ان شاء الله بتوفيق المنتخب الجزائري في هذه الجوله. شباب من جوله اكتوبر امام اوغندا وامام صوماليا، ان شاء الله تكون مباراه قويه، ان شاء الله تكون مباراه كاسحه وتفوز بها المنتخب الجزائري باستحقاق وبنتيجه كبيره. دونك شباب اليوم مش احنا القائمه نتاع المتابع نتاعنا شباب اللي طلبتوا منه احنا قائمه بالطبيعه. ان شاء الله زاد انتم شباب احنا نختار منكم واحد ان شاء الله قد في القادم الايام كنا تعطوني زاد قائمه. حطوا قلنا في الانستغرام شباب، تلقاو انستغرام تاعي في الديسكربشن، حطوا لي فولو باش نختار منكم واحد ان شاء الله شباب احنا في الايامات القادمه. دونك تو شفتوا احسن قائمه عطاها المتابع هذا شباب. يمكن انتم زاد احنا تشاركوه، هل انه صحيح، هل انه غلط في بعض اللاعبين، هل انه اللاعب هذا كان يستحق انه باش يجي القائمه هذه او لا، هل انه اللاعب هذا كان يجي في القائمه هذه والا لا، وهل انه فما لاعبين ما ذكرهمش في عود لاعبين اخرين. في وسط الكومنتس دونك حطوا اللايك والسبسكرايب وتنسوش قلنا فولو قلنا في وسط الانستغرام. دونك شباب احنا شكرا الى علاء معناها المتابع بتاعنا بتاع الجزائر على هذه القائمه شباب. دونك يا رب نحط القائمه اللي هو بعثنا علاء على الانستغرام، وان شاء الله بكل التوفيق للمنتخب الجزائري في كل المباريات. يا رب يا شباب نبداو ساقنا في حراسه المرمى. عندنا شيخنا 3 حراس مرمى باش يكون في بالكم شباب. حاطلنا عندك ريان يسلي يلعب هنا في الدوري الكندي، وعندك لوكا زيدان يلعب في غرناطه الاسباني، وعندك اسامه بن بوط في الاتحاد العاصمي الجزائري. شباب هذوك بالنسبه للحراس المرمى اللي اختارهم هذاك متابعنا علاء. وللتذكير انكم انتم كان تحطوا قناه فولو، وان شاء الله في كل ما يقرب قناه تربص المنتخب الجزائري او فما قناه مواهب ان شاء الله طلعت في الكلوبس نتاعهم في الانديه نتاعهم، حطوا لي زاد احنا ابعثوا لي لي ميساج باش نعمل احنا رده فعل عليهم شباب ان شاء الله. خاطر مش كل شيء، خاطر نعمل راني على الجزائر وعلى تونس، دونك معناها عندي برشا فيديوهات. دونك من طبيعي انكم ثم تنوروني وتدعموني بالميساج تاعكم بالفولو تاعكم شباب، كما عمل علاء. شكرا لك علاء من القناه الاولى، شكرا لك علاء. حاسيلو شباب بالنسبه لحراسه المرمى لوكا زيدان في غرناطه الاسباني، ريان يسلي في الدوري الكندي، واسامه بن بوط لاعب الاتحاد العاصمي الجزائري. شباب بون اختار زاد احنا زوز في الظهير الايسر شباب، معناها دونك اختار ريان ايتوني لاعب مانشستر سيتي، واختار جوان هجام لاعب يانج بويز السويسري. شباب هذاك بالنسبه للظهير الايسر، معناها اختار فقط 3 حراس مرمى، زوز ظهير ايسر، واختار شباب احنا زاد عندك زوز حراس ايمن. بون هو لما حال شباب احنا بعث لي راهو 5 بعث لي احنا 4 ظهير ايمن. نكش اخترنا فقط الزوز الاولى شباب، خاطر ما التشكيله نتاعنا لازم تكون فيها 26 لاعب شباب، فهمت فصل لازم يكون فيها 26. دونك نكش نختاروا احنا 3 ظهير ايمن شباب ان شاء الله. عندك رفيق بلغالي لاعب هيلاس فيرونا الايطالي شباب، رفيق مصلي لاعب تولوز الفرنسي، ولاعب مهدي دورفيل لاعب بالي الايطالي شباب. ولا بون هذوك فقط اللي حطيناهم في التشكيله. واللاعب الرابع شباب حطينا ان شاء الله هو قالي واهم لاعب لو استدعاه بيتكوفيتش هو ميشيل فايريز فيردو بريمين، يلعب في فيرد بريمين الالماني شباب. اذا كان تم استدعائه، هل انتم قلنا اللاعب هذاك ميشيل فيريدز هل انه قلنا عنده بلاصه مع الثلاثه اللي سميناهم شباب، قلنا رفيق بلغالي ورفيق ميصالي ومهدي دورفيل، هل انه عنده بلاصه ولا لا شباب؟ قلتوا لي في وسط الكومنتس. دونك تو نتعدوا الى قلوب الدفاع شباب، الى مركز اللي فيه نقص كبير كما حراسه المرمى والا في الدفاع. عندنا نقص كبير غادي كان في وسط المنتخب الجزائري. عندك رامي بن سبعين يلعب بوروسيا دورتموند، سمير الشرقي يلعب باريس اف سي الفرنسي شباب، اللي سنا ينافس ان شاء الله على الدوري الفرنسي شباب. ان شاء الله يتم معناها قدوم لاعبين جدد فيه، وان شاء الله يؤدي اداء ممتاز، ان شاء الله يقدم يدي مش نورمال حسيت وي يقدم موسم غير عادي شباب. عندك هناك رامي بن سبعيني، سامي الشرقي، وعندك شباب احمد توبه معناها لاعب بثانيكوس اليوناني شباب، وعندك عيسى مندي لاعب ليل الفرنسي. معناها حط 4 قلوب دفاع في شباب، قلنا حط 4 قلوب دفاع في هذه القائمه شباب. هل انتم قلنا توافقوه والا لا في هذه الاسامي؟ رامي بن سبعيني، سامي شرقي، احمد توبه، وعيسى مندي. فقط اختار 4 لخط الدفاع الشباب. قلنا بون 4 قلوب دفاع، 3 قلنا ظهير ايمن، زوز ظهير ايسر، ثلاثة قلنا كحراس مرمى شباب. توا نمشيو الى لاعبين الوسط شباب، حطينا 8 لاعب وسط. عندك اسماعيل بن ناصر لاعب اسي ميلان الايطالي، عندك
حماد عبدلي لاعب اونجي الفرنسي، وعندك فارس شيبي لاعب فرانكفورت الالماني اللي في اخر مباراه قدم مباراه غير عاديه، 2 اسيس ومع هدف، وان شاء الله باش يقدم مردود كبير في الشامبيونز ليج الشباب هذه ان شاء الله. عندك هشام بدوي لاعب نيس الفرنسي، وعندك ابراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن، وعندك ايلان كيبل لاعب باريس اف سي اللي لا يقدم في مردود غير عادي. ما فهمتش علاش فلاديمير بيتكوفيتش مش لا يقدم له في دعوه، ومشكله مش لا يعطيه في طون جو، مش لا يخليه يلعب. معناها في اخر تربص راهو ما لعبوا حتى الثاني ما لعبوش، توجع شباب توجع. معناها اللاعب لا يقدم في مدة كبير في وسط باريس اف سي وفي وسط الليغوان وكل شيء، في الاخر يجي تقعد تغزل له ما يقدمش. وقت اللي يجي هو راه هداف الدوري الفرنسي. معناها شباب وقت اللي صار المشكله معناها نتاع المنتخب الجزائري كيفاش ما ترشحش كل شيء، والتعادل السلبي اللي صار شافنا قدام غانا معناها حاجه توجع القلب شباب. عندك بعد ايلان قبال عندنا شباب احنا ماكسيم لوبيز لاعب باريس اف سي، صدقنا يلعب مع ايلان قبال ويلعب زاد مع اسمه الاخر هو مع سمير شرقي. وعندنا شباب خالص مراح لاعب اليوم فرنسي شباب اللي يلعب زاد احنا مع عيسى مندي في وسط الميدان. دونك عندنا اسماعيل بن ناصر، حماد عبدلي، فارس شيبي، هشام بوداوي، ابراهيم مازا، ايلان قبال وماكسيم لوبيز وخالص مراح شباب. هذوك اللاعبين الوسط اللي يختارهم على شباب. احنا لعبنا معناها لاعبنا نتاع المتابعين شباب، حطينا القائمه هذيك ان شاء الله بالتوفيق لي وشكرا لك يا علاء. حاسيلو شباب زاد ما ضروري تحطوا زاد كومنتس، نحبكم زاد بس ناقشوه في التشكيله، ناقشوه في اللاعبين، ما ننساش حطوا بالحق. فما سبحان الله عندي مثلا عندك لاعب تحب تقولوا راهو اللاعب هذا ما يجيش في اللاعب هذا، اللاعب هذا لازم يكون في وسط اللاعب هذا، بس قول لنا شباب. عندك زاد شباب احنا في الجناح الايمن اختار انه باش يكونوا زوز موجودين وخروج، واستبعد جميع النجوم المنتخب الجزائري مثل رياض محرز استبعده شباب. حط لك انيس الحاج موسى لاعب في نورد الهولندي، ولا استعاد لك بدر الدين بوعناني لاعب شتوتغارت الالماني. معناها شباب استبعد رياض محرز من هذه القائمه. بعد جمله به هل انتم توافقوه الا لا شباب؟ خاطر بالحق معناها عيد نجم المنتخب الجزائري استبعدوا. دونك حطوا لنا شباب انتم معاه والا لا. دونك جناح الايمن عندك انيس الحاج موسى، وعندك بدر الدين بوعناني لاعب شتوتغارت الالماني. عندك تو مهاجم صريح معناها كراس حربه اختار لك امين القويري لاعب مارسيل الفرنسي، وعندك منصف بكرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي شباب. هل انتم توافقوه والا لا؟ وهل انه زعما مش كان اختار بغداد بونجاح خير من انه اختار احنا منصف بكرار، ولا منصف بكرار خير من بغداد بونجاح؟ هذا الكوليكا جاوبوني عليه، نحبكم تجاوبوني على كل سؤال سالته خاطر كوليكا منفعه عليا ومنفعه للمتابعين اللي هين يشاهدوا في وسط الكومنتس. كوليكا راهو احنا رانا كوليكا عائله ونيك شباب، دونك نساعدوا بعضنا نعاونوا بعضنا في الكومنتس في اللايك والسبسكرايب. ما تنساوش الشباب. تو نتعداو الى اخر حاجه حط هنا هي الجناح الايسر، حط فيها 2 جناح ايسر شباب. محمد امين عموره لاعب فولسبورغ الالماني اللي ان شاء الله باش يقدم مردود غير عادي ان شاء الله في البوندسليغا شباب الالمانيه، وباش يتم ان شاء الله اعارته او معناها باش يتم معناها بيعه الى نادي كبير ان شاء الله في الموسم هذاك في الدوري الاوروبي شباب ان شاء الله، علاش لا. وعندك ياسين بن حطاب لاعب نانت الفرنسي جناح ايسر حطه شباب، واستبعد يوسف البلايلي شباب، واستبعد احنا برشا نجوم شباب احنا كيما بن طالب، واستبعد احنا زاد احنا عندك معناها بالرحمه، استعاد برشا نجوم شباب احنا سابقين المنتخب الجزائري. دونك هذيك التشكيله شباب اللي اختارنا احنا متابعنا شباب احنا شكرا له على بعثنا معناها ميساج، احنا زاد كونتاكتيناه احنا قلنا له ابعث لنا تشكيله، ابعث لنا قائمه تاع المنتخب الجزائري تراها اصلح وتراها صالحه، وباذن الله بشوي شباب احنا في قادم الايام في قادم المواعيد باش نولي نهبط احنا دي بوست على اني حاجتي تبعث لنا قناه احسن قائمه للمنتخب الجزائري باش نختاروا منها شخص ونحطها ان شاء الله هنا في وسط الفيديو. وزاد مش الحكايه كلها تعتمد على القائمه، نجم تبعثوا لنا قناه احسن مباراه نتاع احسن اللاعبين اللي يقدموا قناه اداء ممتاز مع انديتهم، يقدموا اداء ممتاز مع في وسط الجوله هذيك، يبعثوا لنا لي فيديو الا يقولوا لنا راهو اساميهم والا اخبار والا حاجه، يبعثوا لنا شباب الاخبار وننزلوا عليهم ان شاء الله كمساعده يعني اخويه يا شباب. وشكرا لكم شباب ذاك الفيديو نتاعنا. دونك لايك وسبسكرايب وحطوا في وسط الكومنتس وشكرا لكم.